أهلا وسهلا. الدعاء سر من أسرار الوصول للأهداف، فما نتكلش على شطارتنا في إن احنا بنحط خطط كويسة أو يعني خطط ما تخرش المية، وكمان بنكتسب عادات، وكمان ان احنا بنعمل نظام كويس قوي نمشي عليه وماشيين فعلا على الخطوات بحذافيرها، علشان يعني احنا خطتنا بقى ما تخرش المية والكلام ده كله. انما احنا في سر من الاسرار بنجهله او احيانا يعني نظرنا كده او انتباهنا او وعينا ما بيجيش ناحيته خالص، وهو الدعاء ان احنا نطلب الاستعانة من ربنا عز وجل علشان نوصل للهدف اللي احنا عايزينه، سواء بقى بدعاء عادي او دعاء باستخارة او دعاء بصلاة حاجة او دعاء العادي عموما او الاذكار وهكذا. فدايما خلي الدعاء معاك في حياتك علشان توصل لأهدافك، ما تتكلش على شطارتك، لأن شطارتك وقوتك وطاقتك ديت أصلا جاية من عند ربنا، من رب العباد عز وجل، وبعد شوية هتخلص وهتنتهي. إنما اللي هيفضل هو اتكالك على ربنا، أو اللي هيفضل هو توفيق من عند ربنا عز وجل وكرمه وعطائه وجبره ليك وكل ده. دي حاجة حبيت ان انا افكركم بيها، وان شاء الله تفيدكم كلكم. اتفقنا؟ سلام.